يا ترى ايه هو مقدار قوة هيت؟ شفنا في بطولة الأكوان وجيرين بيمسح بيه بلاط الحلبة، وبسبب ده الناس شايفة إن هيت ضعيف ومش قد كده. في فيديو النهاردة جاي يفهمك قوة هيت أكتر علشان أغلب المتابعين ظالمينه. هيت معروف إنه قاتل مأجور خطير جدا، واللي مزود خطورته إنه عنده مهارة اسمها قفزة الزمن. وبالمختصر قفزة الزمن دي انه بيقدر نوعا ما يروح للمستقبل بمقدار نص ثانية، وفي النص ثانية دي بيكون موجود في بعد زمني مختلف عن اللي هو وخصمه موجودين فيه، وبيبقى هو بس اللي شايف خصمه في النص ثانية دي، ويقدر حرفيا يعمل فيه اي حاجة وخصمه مش هياخد باله غير لما يكون هيت ضربه او خلص عليه هو وحظه بقى. ما عدا اتنين بس في الانمي قدروا يقروا قفزة الزمن، بل هزموها كمان، والاتنين دول هما جوكو وجيرين. وجوكو واجه قفزة الزمن بتاعت هيت بكل حالاتها، من وهي جزء واحد من الثانية بس لحد ما وصلها لنص ثانية كاملة. واللي ساعده انه يقدر يتغلب على التقنية المرعبة دي هو دمجه للكايوكن 10 اضعاف مع التحول الازرق، لان في التحول الازرق هيت عمل فيجيتا سجادة، وكان برضو الغلبة الهيت قدام جوكو في نفس التحول. وجوكو قبل ما يستعمل الكايوكن 10 اضعاف كان بيتوقع هيت بعد ما ينط قفزة الزمن ممكن يضربه فين، وبسبب خبرة جوكو القتالية العالية كان بيعرف يتوقع اغلب الوقت اماكن الضرب صح. لكن كل ما كان قفزة زمن هيت بتتطور كان بيعمل جوكو هو كمان سجادة زي ما عمل في فيجيتا، لحد ما جه دور الكايوكن. ومهما كانت القفزة دي بتتطور كان جوكو بيبقى أسرع منها، وكان بيبقى شايف كل حركة وكل حاجة هيت بيعملها، بل كمان كان أسرع منه في أغلب الوقت. واللي خلى جوكو يخسر بس ان جسمه وصل لحدوده، لان الكايوكن في العموم بتضعف اعضاء الجسم، فتخيل بقى وهي 10 اضعاف. وعشان نعرف برضو قوة هيت وجيرين بالظبط، جوكو كان قدام جيرين بالكايوكن 20 ضعف ومعاها التحول الازرق، وجيرين عملوا سجادة. فطبيعي لما هيت اللي هو قوته تعادل التحول الازرق بالكايوكن 10 اضعاف يبقى قدام جيرين هو كمان يتعمل سجادة عادي. بس ما ننساش انه قدر يلمس جيرين، بل كمان حبسه بهجوم قفزة الزمن، بس خلاه هو اللي جوه القفزة فجمد حركته. بس بما ان جيرين اقوى واقوى من بعض حكام الدمار كمان، فطبيعي يكون عنده قوة كافية انه يدمر هيت. بس ده برضه ما يخليش هيت ضعيف، لان لو تفتكر قلت لك في الاول هيت عمل فيجيتا بالتحول الازرق سجادة، لكن فيجيتا برضه بنفس التحول وقدام جيرين قدر يضربه وقدر يقرا تحركاته. ومش كده بس، اداله كمان واحدة فاينل فلاش روق عليه بيها، بس بسبب فرق القوة بينه وبين جيرين فجيرين قام منها عادي. فهيت عنده قوة لا يستهان بيها، بس برضو اي حد وليه حدوده. وما تنساش ان في الاول والاخر هيت مش بيتمرن، وقال لجوكو ان عمره محتاج يطور من قوته ولا مهاراته، لان عمره ما واجه ناس اقوى منه اصلا، وحس انه لازم يتطور بس قدام جوكو. فاعتقد انه لو اتدرب على تطوير نفسه اكتر هتكون قوته غير طبيعية، لانه وهو قدام جوكو بالكايوكن 10 اضعاف في التحول الازرق دي قوة هيت الطبيعية من غير ما يعمل اي حاجة. وفوق كل ده بقى هيت اصلا راجل عجوز وعايش بقاله 1000 سنة، ودي معلومة كان قايلها لجوكو في اول بطولة اللي هي بين الكون السادس والسابع، كون بيروس وتشامبا. فتخيل عمره 1000 سنة وعايزه يكسب جيرين. احنا الواحد دلوقتي بيجيب ال30 وتلاقي عنده الضغط والسكر وهشاشة عظام وخشونة مفاصل، بيبقى عايز قطع غيار. ليه القسوة دي بقى على الراجل عجوز؟ وبكده عرفنا ايه هو مقدار قوة هيت. الراجل مش بيتمرن وقدر على الكايوكن 10 اضعاف مع التحول الازرق. عايز ايه تاني يا جدع؟ الراجل عايش من ايام الفراعنه. وبس كده الفيديو يكون وصل لاخره. انت ايه رايك بقى؟ قوه هيت واصله لفين بالظبط؟ وملحوظه صغيره، انا بتكلم على ظهور هيت وجيرين وكل الشخصيات عموما في الاجزاء الرسميه وبس، عشان بلاقي ناس في الكومنتات بيقولوا لي ما شفتش دراجون بول هيروز ولا ايه؟ انت كلامك كله غلط. احب اقول لك ان دراجون بول هيروز واي حاجه غير رسميه تبع السلسله الرسميه لدراجون بول هي غير رسميه، باين من اسمها يعني، والاحداث كلها في البطيخ، كلها اجزاء
معموله للتسليه وبس، خصوصا دراجون بول هيروز اللي كل شويه الناس في الكومنتات يقولوا لي روح اتفرج عليه. اصلا ده جزء معمول تبع لعبه، فمعمول ترويج للعبه والاحداث اللعبه نفسها مش احداث الانمي. فيا ريت الناس تفهم ده وتبطل تكتب لي الكومنت ده، لانه في الاول والاخر دعايه للعبه دراجون بول هيروز، مش جزء رسمي للاحداث ولا تابع للاحداث. دي احداث من كوكب البطيخ. ولو بتحب فيديوهات مقدار القوه اللي زي الفيديو ده، عندي سلسله كامله على القناه بتتكلم عنها. عملنا مقدار قوه بيروس، ومقدار قوه مورو، ومقدار قوه فريزا، وغيرهم كتير بقى. تقدر تروح تتفرج وتستمتع. وكالعاده سيب لي رايك في الكومنتات، وما تنساش اللايك وتشترك وتفعل الجرس. وبس يا صاحبي، سلام.